السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. وصفة النهاردة ان شاء الله هنعمل كده مع بعض الكبدة الاسكندراني بأسهل وأبسط طريقة. هنعرف كمان كل تكاتها وكل أسرارها وازاي تكون معاكي زي الجاهزة، واحلى كمان تعمليها كده في العيد، تعمليها في مصيف، سهلة وبسيطة جدا. لونها ما شاء الله جميل، وكمان ريحتها جايبة آخر المكان. الوصفة سهلة ان شاء الله، يا رب الوصفة تعجبكم. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية معايا نص كيلو من الكبدة كده، وأهم حاجة تكون فريش معاكي. أول تكة في الكبدة هنبدأ كده نشيل الطبقة الخارجية دي، طبقة غير مرغوب فيها خالص، تطلع معاكي بكل سهولة. بتساعد كمان إن الكبدة بتستوي معاكي بسرعة. مش هتاخد إن شاء الله معاكي 10 دقايق بالظبط على النار. ممكن كمان لو عايزة كده تفرزيها بعد الخطوة دي لمدة كده ساعة أو ساعتين، عشان تتحكمي كده في قطعية الكبدة براحتك خالص. تطلع معاكي بكل سهولة. اهم حاجة الكبدة تكون معاكي فريش. هنبدأ كده نقطعها على طول. بنقطعها كده شرايط كده، او شرايح كده رفيعة. طريقتها سهلة، مقاديرها بسيطة جدا. مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط. ممكن كمان تعملي منها كده كمية وتشيليها كده في الفريزر لمصيف. تكون كمان بتوفر معاكي كده وقت ومجهود. تعمليها كده في سندوتشات، هتكون زي الجاهزة واحلى كمان. هبدأ كده اقطع الكمية كلها، وهنبدأ طبعا ننقعها كده في كوباية من اللبن. الكبدة طبعا ما بتتغسلش. اللبن كده هيساعد، هيضيع اي ريحة زفارة في الكبدة، وكمان بيوديها في حتة تانية خالص. هقلبها كده واسيبها على جنب. طاسة كده على النار، نزلت كده بمكعبات كده او بقطع كده من الدهنة. هبدأ كده اشوحها. عايزة تضيفي كده حلويات المذبح براحتك خالص، عايزة تضيفي معاها كده كلاوي او حتة كده من القلب براحتك خالص. انا هنا هعمل كبدة بس. هنزل كده، صفيت طبعا الكبدة من اللبن، هنزل كده هديها الصدمة وهسيبها كده لمدة دقيقتين. اول كده ما لونها يغير معايا هبدأ اقلبها. خدت كده معايا لون، هبدأ كده اقلبها. لونها فريش وجميل جدا. مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط على النار. بهاراتها بسيطة جدا. طبعا ملح، كزبرة، كمون فقط. انا ضفت هنا نص معلقة كده من البابريكا. هي اهم حاجة في الكبدة. مش هتضيف اي اضافات تانية خالص. معايا كمان نص راس كده من التوم مفروم ناعم. عايزة تزودي توم براحتك خالص. كل ما تزودي توم كل ما تاخدي طعم وريحة رهيبة جدا للكبدة الاسكندراني. تخدميها كده في التوم. نزلت كده هياخد طبعا تشويحتين كده مع الكبدة، وكمان عصير الليمون. هي كده خلاص استوت معايا ما شاء الله. خدتش وقت خالص على النار. معايا كده فلفل رومي متقطع كده شرايح رفيعة، نزلت بيه. طبعا انا اتأخرت بيه شوية عشان انا عايزاه لونه يكون صحيح معايا. هقلبه تقلبتين وكده ما شاء الله الكبدة خلاص جاهزة معايا. وصفتنا سهلة وبسيطة جدا. جربيها وان شاء الله تعجبك جدا. خلاص الكبدة كده جاهزة معايا. هقلبها تقلبتين وهنبدأ كده هنقدمها مع بعض. ما شاء الله لونها خطير. يعني ما غمقتش معايا ولا حاجة، ما خدتش كمان 10 دقايق بالظبط على النار. ريحتها جايبة اخر المكان. تعمليها كده في سندوتشات لولادك في المصيف، تعمليها في العيد لحبايبك براحتك خالص. وصفة سهلة بسيطة، مقاديرها كمان متوفرة كده عندك في البيت، ما خدتش معانا دقايق. يا رب الوصفة تعجبكم. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني، دعمكم بيفرق جدا معايا وفي رعاية الله.